فقررت يعني اتجه للحلال واتزوج. فرحت لابوي قلت له ابوي انا تعبت وهرمت. قال لي ولدي انا عارف انك تعبت من يوم ما قلت هرمت، ايش في؟ قلت له ابوي انا خلاص بتزوج. قال لي عبد الرحمن صارحني النت خلص. قلت له لا ابوي بكمل نصف ديني. قال لي ولدي دحين شوال كيف بتحج؟ قلت له لا ابوي بتزوج واجيب عيال وتصير جد ونصير عائله سعيده. فعصب قال لي اي سعيده يا ولدي انت كم عمرك؟ قلت له ايش تو. قال ها؟ قلت له عمري 22. قال لي وانا كم لي ابوك؟ قلت له 23. قال له قد شفتني سعيد مع امك؟ قلت له 24. فعصب. بعدين قال لي يا ولدي انت معك فلوس؟ قلت له ايش يعني فلوس؟ قال لي بعدين جيب لي ميزه تخلي بنت الناس تقبلك. قلت له ابوي انا سعودي. قلت له سعودي انا. جاء قال لي ذي انا اديتك ايه، جيب لي شيء من عندك. قال لي جيب لي شيء من عندك. اسلوب لا، جمال لا، غني لا. قلت له بكره اجيك. فرحت قعدت يوم كامل افكر ميزه. جيت اليوم الثاني قلت له ابوي انا ما ادخن. جاء قال لي ولدي توقع تقبل مدمن ولا تقبلك بس بشوف له. المهم مره شهر ما رد علي، قلت ما في الا امي. رحت لامي قلت لها امي انا بكمل نصف ديني. قالت لي ولدي الحين اغتص كيف بتحج؟ قلت لها لا امي بتزوج وابوي مو راضي وما شاف لي وما ادري ايش صرفني فما في الا انت. قالت لي ولدي انا ما احقق احلام، انا لو احقق احلام ما كان هذا ولدي. فقلت انه ما في الا اعتمد على نفسي، مو ناقصني شيء، سعودي وستاندر وما ادخن وسعودي. فقلت مين اتزوج؟ فجاء في بالي واحده شفتها في سناب صاحبي مره طيبه بنت حلال. حتى كل العيال يمدحوها. فقلت قبل ما اروح لها يعني خليني اتعلم السلوك. فدخلت جوجل كتبت كيف اقردن بنت. قال لي ايش يعني قردنه؟ قلت له يعني اضبط بنات واغازل وكذا. قال لي انت سعودي صح؟ قلت له ايوه وستاندر. جاء قال لي يا شيخي مو النت خلص؟ فسحبت عليه وقعدت اتعلم اسلوب وصرت اعرف اغازل وكذا واسالوا عني في بيتزا. فرحت ودقيت الباب، فك ابوها الباب قلت له هاي ماي نيم از عبد الرحمن الشيكي ايج 22 فروم سعودي ارابيا. قال لي طيب. قلت له انا سعودي. قال لي طيب. قلت له ستاندر وما ادخن. قال طيب. قلت له ايش طيب؟ بتزوج بنتك. جاء قال لي طيب فين اهلك؟ قلت له انا يتيم واهلي ضحايا اسهم واخوي شفط غاره. قال لي طيب وين اهل امك؟ قلت له والله اهل امي ضحايا في السيول وحالتنا حاله. فحزن علي وقال لي تفضل. فجيت بخش قال لي لا تفضل يعني تخارج روح. وهذا كان وقت، يعطيكم العافيه.